لسه طالعة من فيلم الست ام كلثوم. ام كلثوم يا جماعه فيلم خطير خطير خطير. لكل الناس اللي بتقول الفيلم مش حلو، مطلعينها بخيله، مش عارف ايه طريقه الكلام whatsoever، اوفرول الفيلم خطير. هتعيشوا حاله من النوستالجيا والرومانسيه، وهترجعكم لمواقف كتير. وانا كهيلث كوتش اتفرجت على الفيلم، اقدر اقول لكم انه عادي الانسان مهما كان بيحاول ينجح يقع، مهم يعرف يقوم. وده اتعلمناه جدا في قصة أم كلثوم. والأهم بقى very inspiring story بكل المقاييس. ست وطنية جميلة، بتحب بس ما بتأذيش، بتحب بس بتتعرض للرفض، بتحب بس العالم كله بيجري وراها وفانز في كل حتة. حاجة مشرفة قوي يا جماعة. وقصة الجولة اللي عملتها واتبرعت بالفلوس كلها لصالح الجيش المصري، الست دي مش هتتكرر. اكيد كلكم عارفين الكلام ده، مش محتاجة انا اللي اطلع اقوله. بس اللي انا طالعة اقوله ان الفيلم حلو قوي 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 قوي، هيعيشكم في اكتر من حالة جميلة. ويعني يمكن فكرة قصص التاريخ والفنانين وكده مش دايما بتبقى حلوة. الفيلم ده مفهوش غلطة في وجهة نظري. واي حد بيقول لكم الفيلم بيشوه التاريخ او بيعمل اي حاجة، يعني مكامل الاحترام، انا مش موافقة على الرأي ده خالص. بعد ما دخلت الفيلم وكنت داخلة مترقبة وعايزة اشوف، والناس اللي عملت شيرنج لصور وتقول ايه ده، دي مش ام كلثوم، مش منى زكي قمر فيه، بتمثل تحفة، بتلبس حلو جدا. كل الفنانين ضيوف الشرف أبدعوا، من أمينة خليل لأحمد حلمي لآسر ياسين لكريم عبد العزيز. يعني مش عايزة أنسى حد. فراج عامل دور عظيم. لا لا لا، بجد بجد لازم تروحوا الفيلم وفورا. وعايزه اقول لكم ان الناس خارجه زحمه جدا، واللي داخلين زحمه اكتر، والاقبال رهيب. ومهما قالوا رومرز مفيش فايده. وكده كده رجعوني عينيك لايامي اللي راحوا، علموني اندم على الماضي وجراحه. بجد هتتعلموا كتير قوي لما تسمعوا القصة تاني، حتى لو كنتوا شفتوا المسلسل قبل كده، حتى لو قريتوا في التاريخ، حتى لو بتسمعوا الأغاني كتير. وهستأذنكم بقى عشان أسمع أم كلثوم وأنا راجعة في الطريق.